السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هعمل معاكم رز بسمتي وفراخ. هعمل لكم اكله جميله، احلى كبسه سعودي بالفراخ. حكايه كده يعني طعمها ملهاش اي حل. واحكي لكم كمان ايه اللي حصل معايا ومع اخواتي اللي عملوه معايا. بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد على قناه يوميات بتنال. بصوا، يعني انا النهارده قلت اعمل لكم الاكله دي واقول لكم ايه المشكله اللي انا يعني عندي. انا واخواتي انا واخواتي دول مع بعض يعني اي مشكله مع بعض، اي حاجه مع بعض محدش يتدخل فيها. انه يدخلوا جوازهم والكلام ده بتبقى برضو مش حلوه يعني. بس يعني خلاص انا قفلت الموضوع وكده، وما رضيتش ان انا اتكلم معاهم. قلت يبقى كل واحد في حاله احسن. فعلا الغريب البعيد غالي، زي ما بيقولوا كده. فعلا البعيد غالي. تعالى اول نخش اول على الكبسه، هقول لكم المقادير. انا نزلت شويه كده كام واحده قرنفل، على شويه بابريكا، على 7 بهارات، على قرن شطه حامي. ودي بهارات الكبسه اللي انا لسه حطاها دي. قلت انا بحبها حاميه قوي، بس انا قلت احط كده قرن كمان. دي المقادير دي اول حاجه لازم احمرها الاول، وانا غاسله الفراخ برضو وحطها. والمرقه اللي انا حطيتها دي اختياري براحتك، انت عايز تحطيها ماشي، مش عايزه تحطيها براحتك. وهنزل بقى بالفراخ هحمرها الاول وتنزل ميتها. انا عايزاها تتحمر خالص، يعني تاخد صدمه جامده كده. بس بقى انا قلت لهم كل واحد في حالكم، وايه العيال عامله مشاكل الكلام ده. بس بقى قلت لها العيال هتعمل مشاكل وجوازكم ما يتدخلوش في اللي ملهمش فيه، كل واحد في حاله عشان ما يحصلش خناق. وانا لما بتخانق محدش يعرفني عامله ازاي. ما بسكتش لحد، محدش بيسكت على ايه، على حقه. او هي حتى لو حد جاب حاجه على جوزها او عيالها او سمعت اي حاجه عليهم، مش هتسكت هي كمان. يعني كل واحد في حاله كده احسن عشان ما يحصلش مشاكل. واخت التانية بقى المغل بقى التانية دي، يعني حق هي ما تدخلش نفسها في اللي ملهاش فيه، ما تسخنش عشان ما يحصلش برضو مشاكل. بص، انا حمرت الفرخة دي وحطيتها في الحلة عشان احمر في نفس الصينية دي اللي فيها التوابل الفرخة التانية. نزلت بيها كده برضو واشربها التتبيلة واسيبها تتحمر خالص. دي بقى خلاص كده انزل عليها يعني ازازة مية كويسة. انا مش عايزة مية كتير عشان دي اللي انا هعمل فيها رز البسمتي. وحطيت معلقة واحدة بس برضو في الحلة ديت خلطة الخلطة بتاعة الرز البسمتي، ونزلت بطماطمية قطعتها كده واسيبها بقى تستوى خالص. هنا اقلب بقى الفرخة التانية واشربها من التتبيلة. هي اكتر حاجة اللي بيعمل مشاكل اصلا هي العيال بتعمل مشاكل، بيضربوا بعض، بيشتموا بعض، الكلام ده هي دي اللي بتعمل مشاكل. وهي دي اختي اصلا دي ما تتوصاش، يعني بتحب الكلام زي يعني. انا سلقت كده الفراخ وشلتها. نزلت كده بقى الفراخ دي هدهن وشها كده يعني دهنة بسيطة زبدة، وادخلها الفرن لغاية ما الرز بتاعي يستوى. بصوا انتوا متعرفوا الاكلة دي عندي ايه، بعشقها كده من حلاوتها. ادي الخلطة خلاص. وانا الرز بقى هغسله برضو. دي الخلطة بتاعتي، حطيت الخلطتين على بعض واديها غلوة. الرز ده هنقعه شوية كده، بس اغسله الاول كده اخليه زي الفل. وهنزل بيه برضه تحت الحنفية وشطفته كويس. انا كده خلصته. بصوا زي الفل كده. رحت بقى دي الخلطة بتاعتي خلاص غليت كده، نزلت عليها بالرز البسمتي وتقليبة. الرز عندنا البسمتي ب80 جنيه. ونزلت برضه بقرن شطة تاني، انا بحب الشطة كتير اوي. الحاجة ما تبقاش حامية وما تتاكلش.
بصوا بقى الفراخ بتاعتي عاملة ازاي. بص حكاية ريحتها رهيبة. كنت سلقة كيلو بتنجان كده، سلقته. هطلع بقى معلقتين هرس الشطة من اللي انا عاملاها. ايوه كده حلوين دول كده. وعليهم برضو توم وكمون وملح، ولو ليمون عندك حط برضو، بس انا مكترش توم كتير. هفتح بقى انا البتنجان ده بسلقه بحاله، يعني بشطفه وبسلقه بحاله، ولا بقطع اي حاجة فيه. وبعدين دلوقتي انا هفتحه واحشيه بقى. دي التتبيلة قلبتها كويس كده وعصرت عليها ليمونة. بس كده تقليبة صغيرة، وهحشي البتنجان بتاعي كله. الطبق ده لازم اعمله جنب الاكل، ده المفضل عندي. وانا لسه كمان ما عملتلكمش بقى ايه الطبق بقى. الطبق ده معتبر طماطم على شطة حراقة. دي الطبق ده عشقي كده جنب الرز البسمتي والفراخ جنب الكبسة، لازم تعمل اي حد يعمله. والتوابل بقى ملح وفلفل وكمون كده يعني. بس قلت اما احشي البتنجان الاول. انا بحب اوضب حاجتي كده بالراحة، وتبقى شكلها برضو يكون شكلها حلو تفتح النفس. دي اهم حاجة عندي. بصوا البتنجان بقى، دي الدقة بتاعتي اهي. والبتنجان كله احشيه واعمله كده رسمة وردة كده. أكلة جميلة النهاردة وهتعجبك لو انت جربتيها، هتعشقيها كده. يعني أنا ساعات بعمل شوية، يعني ممكن أعملها مرة في الأسبوع أو مرتين، كبسة برز أو كبسة بلحمة. بس مبقاش معايا متوفر لحمة، بعملها على طول. بعمل بالفراخ بقى عادي. أنا كده وضبت طبق البتنجان بتاعي. بصوا عصرت الليمونة دي معايا بقى قرنين شطة حلوين وطماطمتين متقطعين. أيوة دول. بس كده هحط عليهم نص كوباية مية صغيرة، بس اما احط التوابل ملح وفلفل وكمون وبابريكا. نزلت بالتوابل ونص كوباية المية، حبة اهم، كوباية صغننة كده. ده بيتاكل كده فريش، بيبقى طعمه حكاية، يعني انا مقدرش استغنى عنه. واحطه بقى في الاطباق التقديم كده. بس كده شوية زيت صغيرين على الوش. وكده انا خلصت اكلة النهاردة. يا رب تعجبكم اكلة النهاردة. لو عجبتكم اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد على قناة يوميات بيت العيلة. بصوا ألف هنا وشفا، ولو جربتوها هتعملوها على طول. بصوا منظر حكاية وطعم حكاية. أشوفكم على خير، مع السلامة.